يعني تكلموا الإخوان، أنا طلبت استيضاحات كثيرة، هذه كلها أتت اليوم ولكن سوف أجاوب فيها. أولا خلينا نتكلم عن البنك الدولي. إذا تحط لي إياها بالسلايد. ليش ما تقول تعاقد البنك الدولي قبل أتولى وزارة التجارة؟ أما التجديد فعيب الشباب الكويتي يجددوا العقد دون تكلفة إضافية. هذا العقد موقع من زمان. حط العقد، حط توقيع العقد الورقة الثانية، الصفحة الأولى. شوف متى التاريخ 2014. هذا العقد اللي مع البنك الدولي. حط الصفحة الثانية، لا كتاب اليوعان. يتقدم لحضراتكم بالموافقة على طلب تمديد عقد الصندوق الموقع مع البنك الدولي أن تكون مدة التمديد من يونيو 2017 إلى يناير 2018 دون تكاليف إضافية. هو ورق مرسل كذي ما جاوبت. احنا اليوم ما عندنا عقود هناك، احنا قاعد نعتمد على ربعنا والمستشارين اللي نفخر فيهم. نتكلم عن الموضوع الآخر. قلت لك 80 تم موجوده وهناك دراسات جدوى باللجان المختلفه، انت تقول لا ما رديت عليها. انا رديت مره ومرتين وثلاث ووضحتها ان مرت وحسوا لنا لجنه فحص. انا مستعد تماما اليوم يا اخوان. هذه موضوع ما ينتهي فقط مساجله سياسيه تبقى. خلينا نحول هذه الملاحظه الى لجنه حمايه الاموال العامه ولا اي لجنه ترونها. تاكدوا من الارقام يا اخي. انا قاعد اقول هناك ارقام وهو يقول لا ماكو ارقام. ليش ندش بالسجال؟ ليش تذهب اي من اللجان؟ لجنه حمايه الاموال العامه تبو تتهم اليوم الوزير. نحول الملف كله هناك. ايش تتكلم فيه بعد؟ موضوع يعني تكلم اللوغاني. هذا التعاقد اللي تم قبل وقتي مجداره السابق. انا جيت ولا الملاحظه موجوده والامر موجود. شكلت لجنه تحقيق وتم تحويل الملف كله ديوان المحاسبه بقرار لجنه التحقيق وكتاب ديوان المحاسبه، وزال عند ديوان المحاسبه من ذيك الفتره الى الان. حط الكتاب. وهذه اللجنه الوزاريه اللي شكلناها، دكتور محمد الفيلي، اخوي عبد الله العفاسي، اصعد فوق، محمد عبد الرحمن السرور، محمد سيف، وهديل عبد الجليل. وهذه اللجنه التحقيق اللي سويناها، وثم ذهبنا بهذا الكتاب. وهذه متى ما راى ديوان محاسبه ويقول تعال يجب استرداد الاموال نسترد الاموال. ترى قال لي بلجنه اخرى، لجنه كان هناك لجان ومكافآت صرفها الصندوق قبل هذا واستردينا كل الاموال. لكن يجب على ديوان المحاسبه انه يقول هالملاحظه. حط هذا العقد. شوفوا متى تم توقيعه، 10 ابريل 2016، قبل ان ياتي الوزاره وقبل. والان في اجراءات قاعد نخلص بروح يعني برج الحمراء. يعني كل الامور كانت بالسابق. هذه جاي بتحمل لي اياها ليش؟ والله فلان مجلس عقلته ايش اقدر اسوي فيهم اكثر بسبب هذه الممارسات المختلفه وعدم تعاون مع ديوان المحاسبه. اتوا الاخوان الان عطني سينيار لو سمحت. انا اليوم اتهمت هني بالذمه الماليه ان رقم تلفوني موجود ما ادري باي ويب سايت 9 وحدات. لو سمحت حط ابي السجل التجاري. انا متوقع يعني البنك الدولي يا اخوان واضحه. عقد كان قديم موقع
من سنة 2014 تم يا وقتنا مدد دون تكلفة إضافية. المفروض تشكرونا اصلا فيه ان هذا العقد مدد دون وجود تكلفة إضافية. وتكلمنا عن الأخ عبد العزيز اللوغاني اللي تكلمت فيه، حولنا لجنة تحقيق، ولجنة تحقيق كل الأمور اللي بلجنة التحقيق ونتائجها بعثناها لديوان المحاسبة، وديوان المحاسبة للحين ما رد أتانا في هذا الموضوع، والموضوع حصل وتعاقده وشغله قبل وقتي. تمويل المبادرين وحطوا ورقة ما أدري شنو ورقة، تم تمويلهم مرتين. أنا عندي كتاب من المدقق الحسابي KPMG يقول لك لم يتم أحد تمويله أكثر من 400,000. هو يحط أنا أحط مستندات تنحط لي أوراق. الآن إذا هناك عند الأخوة النواب أيا كانت المساجلة السياسية يجب تحويل هذا الملف للنيابة إلى لجنة حماية الأموال أو أي لجنة ترونها. يا أخوان قاعد نتكلم عن ذمم ناس اشتغلوا وعملوا. لذلك احنا نقول بشكل واضح لم يتم التمويل، وهذا كتاب مدقق الحسابات وهذا كتاب KPMG. عقد سنيار او انا ما ادري اتكلم عن عقد سنيار لكن ابي سجل تجاري. موضوع المناقصه اللي تكلموا فيها، وهذه يعني الاخوان وانا وصل لي هذا الكلام من قبل يومين ثلاثه، على فكره المناقصه وعدم ذهابهم ويعني تم وقف المناقصتين المذكورتين الى حين انتهاء لجنه التحقيق. هذا الكلام وصلنا من قبل من احد الاطراف واحد الشركات المشتكيه، ووقفنا هذا الموضوع هذا تاريخ 17/3 وحطينا فيها لجنه تحقيق وشكل فيها لجنه تحقيق. لا يمكن ان نحمي فاسدا هنا يا اخوان. وانا اذا هيئه الصناعه مداخيلها 87 مليون والاراضي الصناعيه اذا ما لقيت الا هذا العقد اشكرك يا اخوان، انا اشكرك. ولو ما اعطيني اياها باي وقت اشكل ثانيه ولجنه تحقيق فيها. هذه هي يا جماعه، قاعد احاول اخذ المعلومه قدر الامكان. عطنا حط يا اخوان هذا خروجي انا كشريك، وادخل على السجل التجاري ايضا. اول ما تعينت في وزارة التجارة والصناعة كوزير خرجت، وممكن تحط التعميم لو سمحت. وأصدرت تعميم من أول أسبوع صرت فيه وزير يحظر التعامل مع شركة سينار بالاسم بكل الجهات اللي تابعت لي. أنا لا أعلم، شايف له ويب سايت، شايف له يقول رقمك موجود، مو رقمك، إيه رقمي هذا؟ لكن أنا عندي سجل تجاري، عندي خروج شريك، شلون أثبت لكم إني طلعت بعد؟ احنا مستأمنين الآن. وين الأخ المستجوب؟ لو يسمح يرجع بس. أنا جاوب وهو يقول ما جاوبت. لا كان موجود. وينه؟ اي والله يرجع. كل هالحجم ووينه؟ لا إن شاء الله. أولاً يعني أنا لما كنت أسأل في البداية عن وقائع ليك يعطونا إياها يمدينا نرد. اسمع الإجابة أبو بدر لو تسمح. اسمع الإجابة أبو بدر.
ما تبي تسمع انت ما تبي تسمع. انا اقول لك ايش ما تبي تسمع. حط المستشارين. حط لا ترى ما قال عنك شيء. نروح على نقايل. لا لا ما قال عنك شيء. تفضل خالد. بروجيكتور يا اخوان. يعني يمكن اخر واحد يتهم بتعيين مستشارين مع كل احترام والتقدير وافدين وخالد الرضا. شايف كان بربع كلهم هني. وزارة التجارة كان هناك 7 كويتيين وغير 9 غير كويتيين. هيئة عامل الصناعة كان 18 16. هيئة تشجيع الاستثمار 1 ب2. هيئة اسواق المال 3 ب5. الصندوق الوطني 4 كويتيين 9 غير كويتيين. جهاز حماية المنافسة 3 ب3. وهني في امر جلي يجب ان يكون واضح. انا لا يمكن احط حق قياداتي واقول لهم اختار هالمستشار ولا هالمستشار، ولكن يعلمون تماما ان انا واحد مع العنصر الوطني وافخر فيه. بوقتي 13 كويتي 3 غير كويتيين. انا اتكلم على الجهاز واتكلم على الوزاره بشكل عام. هيئة عامل الصناعة 10 ب1. هيئة تشجيع الاستثمار 2 ب1. هيئة اسواق المال 6 ب1. الصندوق الوطني 2 ب5. جهاز حماية المنافسة 3 ب2. انا قاعد احارب الكفاءات الوطنية ولا قاعد اشجعها؟ اتمنى هذا الموضوع ردينا عليه. اما تأتي باوراق بيضة يا اخوان يا نواب الامة، احكم ارجوكم اكلم ضمائركم. هذه اوراق شيء استعانة، شيء واضح، شيء مو واضح. وجاوبت اغلب النواب على المستشارين. ثانيا نتكلم عن البنك الدولي. البنك الدولي العقد توقع قبل وقتي، وهذا طريقة الاستجواب الآن تحاول تخلط الأوراق اللي قبلك واللي مو قبلك. هذا ب10 جون 2014. يا بوقتنا ما استوفوا بعض الأمور. حط الورقة الثانية. كتاب عبد الله لوعان. تمديد العقد دون تكاليف مالية. ليش؟ إذا أقدر شيء أخذه من البنك الدولي ليش ما أخذه ببلاش؟ وقعت عقد ب8 ملايين 7 ملايين قبل وقتي وهم يعلمون كذلك. والله يا الحميدي انك تعلم اني اعلم انك تعلم ان هالعقود غير صحيحه. موضوع ثاني، موضوع تمويل مرتين. لا نملك بالقانون ان نمول مرتين، وشكلت لجنه فحص. لا مو هذا. وكل انا قاعد اتكلم اذا انا غلطان حول الموضوع لجنه حمايه الاموال العامه، حول لجنه التحقيق لتتاكد. من تحرص من ديوان المحاسبه؟ مولت هذا 400 وهذا 300 هذا 600. هذه الامور ممكن نتعاطاها مو برلمان، مو قاعه عبد الله السالم. فاتمنى موضوع تمويل مرتين يكون واضح. واستحلفكم بالله يا نواب الامه ايا كانت نتائج الاستجواب يجب ان يذهب هذا مال عام، يجب ان يذهب سواء الوزير بقى او الوزير مشى، يجب ان يذهب الى اي لجنه ترونها. مقر الصندوق مرفق رقم 5 ما يبون انه يباقتوننا وياتون، لكن الحمد لله الاوراق موجوده. العقد توقع 7 يناير 2016. 7 يناير. الآن مجلس الإدارة الجديد حصل على موافقة ديوان المحاسبة حول المقر الجديد. أنا ما فاهم بين الإشكالية. هو يريد أن يحملني فترة، جيت قعدت يمكن نص ساعة أشرح
ما كنت موجود ابو بدر. موضوع ثالث، انا ما تطرقت لآل الحجرة في الكرام باي كلمة، والله العظيم ناس واصدقاء واخوان ولم المز انت اللي جرحت فينا. تقول لي ليش حاطه هذا واحد فخورين فيه، انا قلت اني فخور، وآل حجرف لهم كل احترام وتقدير. انا ما افهم اخوي ابو هيف، وين شفت اني لمست وقلت وانا جرحت بالعائله؟ لا والله، لا والله محشوم. المشاريع الخاصة باللجنة الفنية، وقلنا لا يوجد أي مشروع لم يتم تمويله دون دراسة لجنة الفنية ودون موافقة لجنة التقييم. هذا 80 مشروع اللي يتكلمون عنه مرة ثانية، لا يوجد أي مشروع ليكون دقيق لم يتم تقييمه بلجنة التقييم ولم يوافق عليه مجلس الإدارة اللي ما كنت أنا فيه. وعندما أتى ديوان المحاسبة تكلم عن هالملاحظة فترة، صار لها فترة طويلة، مو اليوم. احنا شكلنا لجنة فحص، سوف نناقش هذا الموضوع بلجنة الميزانيات. وعندما تتكلم انت بقاعة عبد الله السالم ولجنة الميزانيات، انا ادري ان قاعة عبد الله السالم، ولكن ايضا لجنة الميزانيات لجنة من اللجان اللي يناقشون فيها كل التفاصيل وعملها مهني. انا ما ادري ليش انت حطيت وجه المقارنة بين قاعة عبد الله السالم ولجنة الميزانيات. لذلك ارجع مرة ثانية اقول جميع المشاريع التي مولت بالفترة 80 مشروع خضعت هناك دراسة جدوى وقيمت بإدارة التقييم. اللجنة الفنية بالقانون القديم كانت لجنة اختيارية. رأوا الإخوان في مجلس، يا إخوان هذيل 5 اليوم كان تكلم عن ذمتهم المالية أنهم متمصلحين ومولوا مشاريع أهاليهم وقرايبهم. سوينا لجنة فحص تفحص كل المشاريع، ومتى ما ديوان المحاسبة طلب الاسترداد والله لا نسترد. أنا تكلمت بموضوع عقل وهو مكافآت لجان، قال ديوان المحاسبة أخذوا أكثر من حقهم، طالبناهم كلهم بالاسترداد، كل أعضاء اللجان بالاسترداد. موضوع العضو المتفرغ في الصندوق للمرة العاشرة أقول قبل وقتي، وهذا سؤال جاوبت عبد الوهاب بابطين، كان تكلم وين ب 2017 وحولناه، سوينا لجنة تحقيق وحولنا لديوان المحاسبة، والى الان ديوان المحاسبة لم ياتينا بشيء. متى ما اتانا ديوان المحاسبة بالاسترداد سوف نسترد الاموال. موضوع جائزة الصناعة، شلون تختارون اللجنة؟ انا وصل لي خبر فيها قبل يومين، تكلمت 7/3 وقفت المناقصة، شكلت لجنة تحقيق. حط المستند لو سمحت. عقب الاستجواب وصلتنا معلومة أن بيطرح هذا الموضوع على طول. هذه وقفنا المناقصة، وهذه لجنة التحقيق دكتور سيد يوسف ليتامة وسيد نايف راشد الركيبي، من الناس الأفاضل يمكن كثير منكم يعرفونهم هوني. ووقفنا المناقصة 75,000. أما بخصوص تلويث وسمك ملوث يا اخوان، هيئة البيئة تملك ان تغلق اي مصنع تبي، اي مصنع سكره ثاني يوم متى ما ثبت التلوث. مراقبة المصانع، نعم هناك خطة صناعية يعني بالنسبة للبيئة سوف نعمل، ربما هناك في اخطاء تقول لي احنا كان سمك ملوث، هذا هيئة البيئة اي مصنع ملوث تقدر تسكره ثاني يوم، ولا تنتظر لا قرار هيئة صناعة ولا قرار وزارة التجارة ولا قرار الوزير. موضوع الدراكيل، والله هذا الموضوع يا اخوي ابو بدر انا استغرب منه. تجيتني هني وقلت لي موضوع الدراكيل والخط الموت، قلت لك شو اللي تامر؟ بشكل لجنة تحقيق، وشكلت لجنة تحقيق
برئاسة سيد حسام بهبهاني، تعرفونه زين، من الفتوى والتشريع، واتوا حولنا الموضوع للنيابة. أنت توك تقول ما حولت الموضوع النيابة، حط الكتاب للنيابة. لا قلت ما حولت النيابة، ارجع المضبطة. ما قلت، أنت قلت ما حولتم للنيابة، وأنا أقول لك هذا حولتم النيابة. شوف التاريخ، شوف أراويك التاريخ. الله المهم ما قطعتك. لجنة تحقيق، عندما تأتي لجنة تحقيق ما علي لو سمحت. لجنة تحقيق حققت وثبتت، عقبها تحول نيابة. أنت الآن هي قلت ما حولت نيابة، أنا أقول لك الموضوع حول للنيابة، ويو أفراد ناس تكلموا ويانا ومنطالبهم بكل شيء، انتهى ترخيص، المدد الموجودة. أنا برد بس بوحدة بوحدة، يعني أتهم إنه مو قارد على النقاط. قلت صباح الأحمد ومشاكلها، وأيضا أنت تعلم تماما أنه ما بوقتي. وكيف صباح الأحمد، وهذه صدرت لها موافقة من البلدية، وأيضا ب 2015 موافقة البلدية أخوان مرفق واحد. ما يصير ابو بدر، رجاء هو ما قاطعك، ارجوك ما يخالف ارجوك خلينا نكمل. ماشي، ما يصير ابو بدر، ما يصير. تم تحويل الملف للنيابة، وفي هي أكثر من نائب يدري يعلم تماما أن تحول الملف، راح النيابة. خلينا نكمل. ما قاطعتك. موافقة على البلدية على المخططات منطقة صباح الأحمد. كمل الموضوع اللي وراه. بس الآن طلبت الشكاوي كيف تحولت النيابة، كان الملفات كاملة، لا يوجد لدينا أحد نتستر عليه. الموظفين الإشرافيين، أنا وين سيد عدنان وأخوي عادل الدمخي وأخوي شعيب المويزري والأخ رياض العدساني يتذكرون تماما. كنت بلجنة الميزانيات في وزارة التجارة، كان تناقش ويا توجيه من لجنة الميزانيات إلى ديوان الخدمة بالنسبة للوظائف الإشرافية 33، قالوا تخلصونهم بأسرع وقت، ويا ديوان الخدمة المدنية ووافق لنا على 33 وظيفة إشرافية، مو عشان الاستجواب. هذه المشكلة، أي تحرك يعتقد أنه عشان استجوابه. هني سيد عدنان وطلب من ديوان الخدمة المدنية أن تنتهي بأسرع وقت، لأن من شهر 12 احنا محولينهم، والوكيل المسؤول وقتهم كان الدكتور خالد الفاضل، هو رئيس لجنة المقابلات. خالد الفاضل متى صار وزير؟ نزل التاريخ 31/12. أما نتكلم اليوم وكيف أن السلطة الموجودة بيد الوزير وتغير الموضوع. أنا يا أخي أنت مقترح القانون ويانا، حط الاقتراح بالقانون. حط اقتراح بالقانون. من اقترح القانون؟ اقترح القانون عمر طبطبائي، يوسف فضال، الحميد السبيعي، خالد شطي. أنت مقترح القانون أن تعطيني، إذا كان كلامك صحيح أو كلام أخوي مبارك صحيح والكلام هذا غير صحيح، لا يوجد سلطة لدى رئيس مجلس الإدارة، سلطة كلها بيدين المدير العام وأثبتها. الآن تكلم عن الذمة المالية، وهني نوقف نختلف بأمور إدارية. لا مو سلمان الحمود، توقف هني ذمتي ضيفة قصب طيب. اسمع، حط هذا الخروج، حط ولرغبة الطرفين الخامس والسادس في انسحاب من شركة وتنازلها مع كامل حصصها، هذا خروجي كشريك. حط التعميم اللي وراه. وهذا التعميم يا اخوان صدر ايضا
قبل قانون تعارض المصالح في إطار دعم وتفعيل الشفافية. شوفوا متى 26 ديسمبر 26 ديسمبر 2016 بعد أسبوع من تعيين الوزير، في إطار دعم وتفعيل الشفافية ودرع شبهات الفساد. لأنا متأكد يوم من الأيام بي في أحد بيقول هالكلام، وأنا أقول لكم الاستجواب ليش. بكافة أشكاله وصوره، نزولا على ما أرساه الدستور من مبدأ حظر مباشر الوزير لأي مهنة حرة أو عمل صناعي أو تجاري أو المساهمة من أي التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، وعدم جواز التعاقد والتعامل بيعا وشراء واستئجار للأموال ولو بطرق المزاد العلني. يحظر على كافة القطاعات والوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لي خلال فترة تولي الحقيبة الوزارية التعاقد أو إبرام معاملات أو قبول عرض أو توجيه دعوة شركة سينيار العالمية للدعاية والإعلان في أي مناقصات أو مزايدات تجريها الوزارة، ويسر الحظر المشار عليه إلى التي يكون فيها أي من أقارب وزير من الدرجة الأولى مشاركا أو ملكا لحصص فيها. هذا الموضوع صادر، وأي مدير من الهيئات التابعة لا يتبع تعليمات يعرض نفسه، ترى ماني ملزوم أسويها. الآن أنا أدري ليش موجه لي استجواب، والله العظيم أدري. هذا كلام كله اللي تكلموا عقود ملاحظات ديوان محاسبة، حتى التوضيح اللي تكلموا عنه ما قروه. يتكلم بالمحور الأول عن المال العام، والمحور الأول يتكلم كله عن رقابة الشركات والشركات مال خاص، وسحوبة البنوك مال خاص. أقول له وين الشبهات الموجودة بالتنفيع؟ يقول اقرأ عنوان مكتوب هيئة الصناعة، وهيئة الصناعة المحور الثالث والشبهات المحور الثاني. نريد أن ناخذ مساجلة جيدة نتكلم فيها بشكل ديمقراطي عن حقيقة واستجابة الحقيقة. المواطن سئم من التشكيك. بوزع قسايم بالشكل الواضح، ويجب أسعار القسايم تنزل، ولازم أجار القسايم الصناعية تنزل. وفتحنا الدراكيل 245 دركال من كانت ما تتجاوز 30 دركال. لمصلحة من هذه؟ لمصلحة المواطن. شوفوا سعر الدرب الرمل كم نزل. أنا مؤمن، لربما هناك معلومات من وصلت لهم خطأ، لكن مؤمن بعمل ربعي واصدقائي واخواني، والدرب طويل. اذا طبعا اخواني اعضاء مسؤوم اعطونا شرف ان نكمل هذه المسيره، والله لن نهدأ. ابى من ابى، ما ودي اتكلم وايد انا، لكن سنتين احنا نتعرض للشتم. قضية واضحة، والله واضحة، لأي واحد يبيها واضح. أنا ممكن أشكك بأحد. يتكلمون عن محاور، أنا أقول لك خل نروح لجنة أموال عامة، روحوا أي لجنة تحقيق، اختاروا من تشاءون يا نواب ممن نثق ونحترم. أنا تحتي 11 مؤسسة، شرحت لكم بالشرح الطويل. ديوان محاسبة خفضنا 95%، السنة الثانية 93%، الأمانات سكرناها، العهد سكرناها، تحسين بيئة الأعمال قاعد يقفز المؤشر، مجتهدين يعني بكل اجتهاداتنا الموجودة القانونية وإقرار القوانين، الصندوق قلنا لكم كان متعثر، وهذا وضع، هذا مو كلامي. أنا قلت مجلس الإدارة اللي تكلم عن كل ملاحظاته، والله لا أود أن أشكك بأحد. هذا مخالفات إدارية مختلفة موجودة في عهد، يا أن نأتي ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات في ذاك الوقت بالتقرير كانت نعطيهم مهلة نشتغل 8 أشهر. في شباب وفي قيادات لا والله مثل الأمور تضرب الإصلاح بمقتل.
انا اعتقد اليوم يعني بينت اللي عندي ولا احتاج ان ابين اكثر. شكرا اخ الرئيس.